البارحة بالليل ذكرت قضية اللي أنا أذكر في مدينة إصفهان، في منطقة فيها مسيحيين أرمن صليبيين، هذول عندهم كنائس وعندهم نائب بالمجلس، ناس محترمين طيبين، اسمها جلفة. مجموعة من الشباب هناك رايحين بانين حسينية اسمها حسينية بيت العباس، حسينية 2000 متر ضخمة. واحد من الشباب يقول اجيت ليلة اول محرم السنة الماضية، نريد نضرب السواد بالحائط، كان حائط الجيران وجار الحسينية مسيحي ارمني، قلنا نروح نستأذن من عنده. اجينا طرقنا الباب، اجى الرجل قلنا له عمي احنا عندنا حسينية بيت العباس، قال ايه تفضلوا امر خدمة. قلنا له اذن حرام لانه التصرف في مال الغير، نريد نضرب بسمار في حائط بيتك. يقول وقف الرجل وقال اضرب البسمار في عيني للحسين. شنو قيمة حائط بيتي؟ الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. هكذا الناس يحبون الحسين، هذا أرمني، ولكن حب الحسين شنو يصنع؟ الله أكبر. واحد ثاني هناك، قضية ثانية صارت أيضا السنة الماضية، واحد من الشباب الشيعة المؤمنين ماخذ بيد أيضا السواد، بيد الشاكوش المطرقة، دا يضرب المسمار، راد يضرب السواد شوية ايد عالي، مر شخص قال له عمي تعال انت ما شاء الله طولك اطول من عندي، اخذ هذا الشاكوش، هذا المسمار ضربه، ما بشي. ذاك ما اخذ المسمار ضربه، ما قال له انا مسيحي، ما قال له انا مسيحي، ضرب بسمار على حائط بس. اليوم الثاني ضارب البسمار المسيحي جاء الى حسينية بيت العباس مع اهله والدمع بعينيه. شنو الموضوع؟ قال يا عمي انا مسيحي، انا ارمني، اليوم الماضي اجيت اعبر، واحد من شبابكم قال دق هذا البسمار بالحائط، هذا ما بي شيء، انا دقيت الحائط بس. نفس الليلة يا الله الحسين مصباح الهدى، سفينة النجاة، كلنا سفن النجاة، ولكن سفينة جدي الحسين أوسع، وفي لجج البحار أسرع. شي يقول الإمام الرضا عليه السلام؟ قال في الليلة الماضية رأيت يوم القيامة ليلة عجيبة غريبة، منظر موقف عجيب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. رأيت يوم القيامة الناس في حالات عجيبة، جاءوني ملائكة العذاب ليأخذوني إلى جهنم لسوء أعمالي، وإذا بي سمعت صوتا من بطنان العرش يقول إلى أين تأخذون فلان؟ قالوا يا أبا عبد الله نأخذه إلى النار. قال لا، دعوه فإن له حق علي. شنو حق عليك يا أبا عبد الله؟ قال إنه ضرب مسمارا واحدا في الحائط لأجلي، أنا الآن جئت أريد أن أستسلم، أريد أن آمن بالحسين عليه السلام، ببركة الحسين هداه الله وأهله إلى مذهب أهل البيت، هذا هو الحسين.